السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم دكاترة؟ عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. معاكم انا دكتور احمد علاء، صيدلي دفعة 2007، صيدلة حلوان. انا اتشرف طبعا ان انا اقدم الكورس بتاع الابلايد سبلاي تشين فور فارماسي اند ريتيل مانجمنت. هو كورس خاص بدراسة او تطبيق موضوع مجال سبلاي تشين او ادارة سلاسل الامداد والتوريد على شغل الصيدليات وتجارة التجزئة او شغل الريتيل. تمام. اعرفكم بنفسي في الاول، انا دكتور احمد علاء، صيدلة حلوان دفعة 2007. بقالي اكتر من 16 سنة في مجال الصيدليات، سواء اذا كان ادارة الصيدلية بكل الاشكال بقى لحد لما النهاردة انا مدير البيع في مجموعة صيدليات ريجنال. زائد ان انا بقالي اكتر من 5 سنين محاضر في الحاجات اللي ليها علاقة بالصيدلية، سواء اذا كان اوتوسي او كوميونيكيشن او حاجات ليها علاقة بالاداريات بتاعة الصيدلية. احنا النهاردة بشكل اساسي هنتكلم عن كورس خاص بتطبيق الاساسيات بتاعة ادارة سلاسل الامداد والتوريد على مجال الصيدليات، وازاي نقدر ان احنا نستفيد بيه بشكل مباشر. طبعا الكورس ده مخصوص للناس اللي عايزين يطبقوا على طول، يعني ياكل على طول، مش ياخد العلم وبعدين يحاول يطبق عليه. تمام. هنفهم بشكل بسيط كده الاساسيات بتاعة المجال بتاع ادارة سلاسل الامداد والتوريد وتطبيقها على الصيدليات، وازاي ان انا اقدر ان انا ادير الصيدليه بتاعتي بشكل احسن علشان اقدر ان انا اظبط الدنيا بالنسبه لي واحصل على availability اكتر او توفير اكتر للاصناف. ده طبعا اللي بيرفلكت او ينعكس على الإدارة بتاعة الصيدلية وربحية الصيدلية ومبيعات الصيدلية بشكل كبير. تمام. هنبدأ بس بمثال بسيط، هو ان حضرتك ساعات بتنزل السوق تجيب كيلو طماطم، بتلاقي كيلو الطماطم ساعات ب2 جنيه وتلاقي ساعات كيلو الطماطم ب20 جنيه. تمام. هو نفس الطماطم، ممكن كمان الجودة بتاعة الطماطم في وقت بتاعة 20 جنيه تبقى جودتها اقل من الوقت اللي بتيجي تشتري بيها الطماطم في 2 جنيه. الموضوع ده في الاساس سببه مش ان التجار جشعين او المزارع بيغلي سعر الحاجة اللي عنده او اي حاجة من الكلام ده، انما هي بشكل بسيط جدا عملية سلاسل الامداد والتوريد. هي السبب الاساسي في انه سلعة اساسية زي الطماطم بيبقى ليها سعر في السوق في وقت من الاوقات 2 جنيه وفي وقت من الاوقات 20 جنيه. عشان نفهم الموضوع ده بشكل اكبر، الطماطم زيها زي اي محصول بيتم زراعته في وقت من الاوقات وجمعه في وقت من الاوقات، وطبعا الحاجات اللي هي معدلة جينيا بتقدر ان هي تستحمل ان هي تتزرع في اوقات مختلفة في السوق، بحيث ان احنا طول الوقت طول السنة عندنا طماطم في السوق. بس الفكرة انه في اوقات معينة للزراعة واوقات معينة للجمع او الحصاد بتاع المحصول. تمام. الاوقات بتاعة الزراعة من غير ما نخش في تفاصيل ليها علاقة بالزراعة كعلم، يعني في الوقت اللي بيحصل فيه حصاد لحد لما يخلص الكمية بتاعة الحصاد، ده بيبقى فيه في السوق عرض زيادة من البضاعة بتاعة الطماطم، كمية كبيرة موجودة في السوق، والصنف بتاع الطماطم عنده مشكلة ان هو لا يسهل تخزينه. هو من الاصناف او من الايتمز او من الحاجات اللي مش سهل انك تخزنها، مثلا محتاج مثلا مش هينفع تحطه في تلاجة، مش هينفع تحطه في ديب فريزر، تكلفة التخزين هتبقى عالية وفي نفس الوقت هيبوظ. برضو بيبوظ بالحر، يعني درجة صلاحيته مش كبيرة. من ضمن الحاجات برضو المهمة انه النقل والتوزيع بتاعه بيعتمد بشكل اساسي على الكميات. فلو انت واحد مثلا زرعت كمية قليلة ونقلتها، ده مش هيبقى بروفيتابل بالنسبة لك بأي شكل من الاشكال. من ضمن الحاجات برضو زي ما احنا قلنا ان التغيرات المناخية بتقلل المحصول بشكل كبير في وقت معين. في تكنولوجي معينة او في تقنية معينة لما
يحصل لها ابلكيشن في الزراعة بتاعة الطماطم، بتقدر ان هي تنتج الطماطم حتى في الاوقات اللي ما فيهاش العروة او الوقت بتاع الحصاد بتاع الطماطم في الاوقات الطبيعية. فالتكنولوجي دي اللي هي الصوبة، حاجة شبه الصوبة الزجاجية كده اللي احنا درسناها في الثانوية، بيبقى عشان يكنترول بقى درجة الحرارة والرطوبة وبعض الحاجات ودرجة تعرض المحصول للشمس في اوقات معينة. فبالتالي الطماطم اللي بتطلع في الوقت بتاع 20 جنيه، نمرة واحد في تكنولوجي وراها، فبالتالي تكلفتها بتبقى اعلى من تكلفة الطماطم العادية. نمرة اتنين في الطلب بتاع الطماطم بيفضل ثابت طول السنة تقريبا، لانه دي حاجة بيتم استهلاكها في معظم البيوت المصرية بشكل مستقر وبشكل سيستمايزد. نمرة تلاتة العرض بتاع الصنف، الوقت بتاع الصنف بتاع الحصاد بتاع معظم الأراضي اللي هي مزروعة الزراعية العادية، خصوصا المناطق القريبة قوي من مناطق أرياف أو مناطق بتزرع مباشر، فبيبقى تكلفة النقل عنده قليلة جدا، فبيبقى عايز يخلص من المحصول بأسرع ما يمكن. زي ما احنا قلنا ان هو من ضمن المحاصيل او من ضمن الايتمز اللي بيحصل عليها مشكلة في موضوع انتهاء تاريخ الصلاحية بتاعه، او ان المحصول بيتلف بسرعة. تمام. طيب بناء عليه بيجي وقت من الاوقات بلاقي الطماطم ب20 جنيه كمستهلك طبيعي. انت ايه الاجراء اللي انت بتعمله؟ انت بتقلل من الكمية اللي انت بتستخدمها من الصنف ده، بحيث انه السعر يبدأ يظبط تاني لحد لما بينزل العروة الجديدة او المحصول الجديد او الانتاج الجديد، فبتبدأ تشتري بكميات اللي انت شايف ان انت محتاجها. فالعرض والطلب وآليات سلاسل الامداد والتوريد هي المتحكم الرئيسي في سعر الطماطم في السوق المصري مثلا. تمام. ده كان مثال على قد ايه سلاسل الامداد والتوريد ممكن تأثر في حياتنا، وممكن يبقى ليها تطبيقات اكتر من فكرة ان اصل سعر العربيات غلي او اصل الذهب غلي او whatever ايه اللي حصل في السوق يعني او في الماركت. لا، الموضوع بيخش في الحاجات اليومية الديلي بيز تو بيز، والقصة مالهاش علاقة بس بجشع التجار او كده او بتاع، لا ليها علاقة بالسايكل نفسها او الدورة بتاعة سلاسل الامداد والتوريد. واحنا ليه اتكلمنا عن الطماطم؟ لانه منتج 100% بيتصنع محلي او بينتج محليا، وليه طلب ثابت في السوق. وزي ما احنا قلنا او زي ما معروف في السوق المصري انه الطماطم معروفة او مشهورة بانها مجنونة. تلاقي دايما حتى الراجل اللي كان بيبيع طماطم زمان في الاحياء الشعبية، يا مجنونة يا قوطة، ده المصطلح الشعبي يعني بتاعها. تمام. طيب من الكيس ستادي اللي احنا اتكلمنا عنها، طيب ازاي بقى الكلام ده نقدر ان احنا نستفيد بيه اصلا جوه الصيدليات؟ هو ايه السبلاي تشين ده؟ يعني هو عظيم قوي للدرجه، هو بيأثر بالشكل الكبير ده. طب ليه زمان ما كناش بنسمع عن حاجه اسمها سبلاي تشين؟ يعني انا اسمع ان السبلاي تشين دي حاجه بتاعت المصانع مثلا، حاجه بتاعت مثلا ابل مثلا، حاجه بتاعت فورد، حاجه بتاعت تويوتا، ملهاش علاقه بينا احنا، ملهاش علاقه بيا انا كصيدلي. يعني انا مالي تكلمني ليه عليها؟ الأزمة اللي موجودة في السوق دلوقتي بخصوص التسعير بتاع الأدوية، أو بخصوص إن الأصناف بتبقى ناقصة أو مش ناقصة، ده بشكل أساسي بيرجع بشكل كبير لآليات السوق وسلاسل الإمداد، سواء إذا كان سبلاي تشين تمام أو آليات العرض والطلب اللي موجودة. تمام. مثال تاني ممكن ناخده الفترة بتاعة الكورونا، ساعة لما كان الدواء اللي هو موصوف في الكورونا، ربنا ما يعيدها ايام، يعني كانت فترة صعبة جدا في 2020 كان فيه اوفر ديماند او طلب زيادة جدا على بعض الاصناف، من ضمنهم البنادول الادفانس، لسبب انه الصنف ده كان هو المرشح نمرة 1 ان هو يتاخد في حالات ارتفاع درجة الحرارة، اللي هي كان العرض الاساسي في الكوفيد 19 او الكورونا فيروس الابيديميك يعني. وفي نفس الوقت كان في اوفر ديماند او في الشعب كله خايف، فعايز يجيب
الدواء اللي هيحميه او هيقلل درجة حرارته لو جاله كورونا، او اوريدي بيبقى في عميل عنده كورونا اوريدي فبياخد الدواء ده بجرعة عالية اكتر من الجرعة اللي كانت بتتاخد قبل كده up to 4000 ملي جرام بير داي، او اكتر من 4 جرام في اليوم، او 4000 ملي جرام في اليوم. احنا كنا بنتكلم على البنادول ادفانس، كان العلبة بتكفي 3 ايام، 8 اقراص في اليوم في يعني 24 بتكفي 3 ايام بالظبط. لو حد عنده كورونا في الغالب بيقعد 14 يوم، فاحنا بنتكلم ان العلبة الواحدة اللي كان في الطبيعي لما واحد بيجيله برد كان يعني من ضمن الاوبشنز اللي بياخدها كانت البنادول، وكان بياخد مثلا شريط او كونسوم. يعني انا لو هاخد علبة او شريط يعني بغض النظر. مرة واحدة حصل طلب زيادة على الصنف من غير ما يبقى فيه عرض زيادة من الصنف ده او البنادول، لدرجة ان الاصناف اللي كانت شبه البنادول، الابيمول، الباراسيتامول، حتى الاصناف ما كانتش تشتغل خالص. طبعا الدوليبرين، اصناف كتير دخلت في السوق، باعت بشكل كبير جدا في الفترة دي بعد ما البنادول خلص من السوق، فدخلنا على البدائل او alternatives. ده كان مثال واضح وصريح على مشكلة في السبلاي تشين ليها علاقة بإدارة الطلب والعرض في صنف حصل عليه ارتفاع مفاجئ في الطلب، على الرغم من ان الكمية اللي كانت موجودة منها ساعتها في البنادول ادفانس كان يعني قبلها مثلا قبل المشكلة بتاعة الكورونا ما كانش عندنا مشكلة في البنادول الادفانس بأي شكل من الاشكال، لا هو ولا بدايله. يعني بالعكس، ده كانت البدايل بتاعته كمان كانت بيتاخد عليها بونصز وحاجات زي كده. تمام. ممكن نكون شفنا الوضع ده دلوقتي بعد القصة بتاعة الكورونا ما خلصت، يعني 2021 2022 خلصت، فدخلنا في 2023 دلوقتي. لا، البنادول رجع تاني انه يبقى موجود عليه بونص، ممكن تاخد عليه خصم كويس، ممكن تشتري الكمية اللي انت عايزها من الديستريبيوتر او من الموزع. الدنيا ألطف، والبدايل فضلت زي ما هي موجودة. بالعكس، في ناس عندهم مشكلة ان هو عنده اوفر ستوك او عنده كمية زيادة من البنادول ادفانس موجودة عنده، وهو مش عارف يصرفها بالشكل الطبيعي لان حصل تغير في آليات العرض والطلب. وده جزء برضو من قصة السبلاي تشين. هو طبيعي ان انا لما يبقى عندي زيادة بعمل ايه؟ يا اما برجعها للمورد يا اما ببيعها. طبعا السوق بتاع الصيدليات فيه خصائص تانية مختلفة عن الاسواق التانية. الكيس ستادي التالتة اللي حابين برضو نتكلم عنها، واحد عنده صيدلية، الصيدلية دي كانت بتبيع له مثلا ب5000 جنيه وفي ستوك معين، وبعدين بعد ما الأسعار بدأت تغلى وهو بيبيع بالسعر القديم وبعد كده بيشتري بالسعر الجديد، اكتشف ان عنده مشكلة كبيرة، انه قيمة المخزون بتاعه ثابتة بس كمية الأصناف بتاعة المخزون بتقل بالوقت، وهو ما بيقدرش ان هو يعوض ولا قادر ان هو حتى يضخ استثمار، لانه طبعا الظروف الاقتصادية دلوقتي مش ممكنها في حاجة زي كده. فده اثر بشكل كبير على وجود نواقص عنده في الصيدلية. دي مشكلة بتقابل نقول 90% من الصيادلة النهاردة في السوق المصري، نتيجة زيادة الاسعار بتاعة الادوية ونتيجة تطبيق النظام بتاع البيع بسعرين او حاجة زي كده، او تسعيرتين. المقصود من الموضوع ان دي برضو مشكلة قابلنا اليومين دول كصيادلة، وليها حل في السبلاي تشين. يعني كل اللي احنا قلناه، سواء اذا كان موضوع الطماطم او موضوع البنادول او موضوع الادوية اللي بتغلى وبتقل، كل الكلام ده ليه حل في ادارة السبلاي تشين مانجمنت او ادارة سلاسل الامداد والتوريد. تابعونا في الكورس بتاع ادارة السلاسل والتوريد، ان شاء الله هتلاقوا توبكس مهمة وليها ابليكيشنز كتيرة في الصيدليات، وان شاء الله يتم استفادة بشكل كبير. كنت مبسوط ان انا كنت مع حضراتكم النهاردة. انا دكتور احمد علاء الدين، المحاضر بتاع كورس ادارة الصيدليات Applied Supply Chain في الفارماسي والريتيل. شكرا.